ازيكم عاملين ايه؟ عيد سعيد عليكم، وان شاء الله العيد يكون كويس وتكون الدنيا معاكم سلسه، وان شاء الله تكونوا خدتوا العيديه كمان وكل حاجه تمام. النهارده هنتكلم عن ترند الموسم وكل موسم طبعا اللي هو جعفر العمده. هنتكلم في الفيديو ده يعني ايه كلمه عمده، ويعني ايه الكلمه في الامريكان وفي البريتش، وبنطق ازاي، وايه هي الكلمات اللي شبهها، ومين اللي بيقول في البريتش بيقولوا ايه عن كلمه عمده، وفي الامريكان بيقولوا ايه لما يجوا يقولوا كلمه عمده. تعالوا نسمع الانترو الاول ونشوف يعني ايه كلمه عمده فعند البريتش وعند الامريكان. طيب، عند البريتش كلمة عمدة هي اسمها كلمة ما MAYOR. يبقى عند البريتش كلمة عمدة اسمها كلمة ما MAYAR. لو هننطقها بالامريكان اكسنت بتبقى اسمها مير MAYOR برضو. تمام، يبقى عمدة او شيخ بلد سيتي كونسلر، الحاجات دي كلها في البريتش بيقولوها ما، وممكن ننطقها بالامريكان نقول مير. تمام. طيب دي كلمة سبيسيفيك على البريتش بيبل بينطقوها يقولوا عليها ما. في كلمة بقى لو عايزين نقول عمدة او شيخ بلد بالامريكان او الامريكانز بينطقوها اسمها شيريف. طبعا الكلمة دي احنا كلنا عارفينها من الامريكان موفيز وسيريز. كلمة شيريف لما حد مثلا في مسلسل مثلا وماشي بالعربية وحاجة تلاقيه حد موقفه من الشرطة يقول لك ايه، فالراجل يقول له this is sheriff مثلا this is sheriff John from the county council of مثلا نيويورك. فكلمة شيريف دي American specific culture، وكلمة ما أو مير دي British specific culture. بس في العموم هم كلهم اسمهم عمدة أو شيخ بلد أو يعني قائد مدينة. دي بقى دول بيختلفوا عن كلمة governor اللي هو يعني محافظ. governor يعني محافظ، جاي من government. يبقى government يعني محافظة، وgovernor يعني محافظ. يبقى إذا جعفر العمدة يعني جعفر the mayor او جعفر the sheriff او شريف جعفر. يعني ايه؟ يعني جعفر العمدة في كل الاوقات. يبقى في عندنا كلمة ما بالبريتش اكسنت ومير بالبريتش او الامريكان اكسنت. تاني كلمة اللي هي امريكان سبيسيفيك اللي هي كلمة شريف، زي شريف جون، شريف مايكل، شريف باتريك اللي هو معاك العمدة او قائد المنطقة دي مثلا. لازم نفرق ما بينهم وبين كلمة governor او governor اللي هو يعني محافظ او مدير محافظة. يعني اتمنى لكم عيد سعيد، وطبعا كالعادة لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب الجميل، وما تنسونيش من دعمكم عشان يوصلكم كل جديد. وعيد سعيد عليكم، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.